الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر ما صام المسلمون شهر رمضان. الله أكبر ما أطاع المسلمون رب رمضان. الله أكبر ما أخرج المسلمون زكاة رمضان. الله أكبر ما أطال المسلمون القيام. الله أكبر ما صليت التراويح. الله أكبر ما ذكر اسم الله بلسان عربي فصيح. الله أكبر ما تجنب المسلمون فعل كل قبيح. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يمن عليه بالجزيل. وقد أمرتم بصيام النهار فصمتم وأمرتم بقيام الليل فقمتم فهنيئا لكم لتقبضوا جوائزكم. فإذا صلى المسلمون صلاة العيد نادى مناد من قبل السماء يا معشر المسلمين ارجعوا إلى رحالكم غاشدين لتقبضوا جوائزكم فهذا يوم الجائزة. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا يوم القيامة محمد الذي علم الأمة والذي قاد الأمة والذي نصح الأمة كان رسولنا محمد أكثر الناس ذكرا وأكثر الناس صبرا وأكثر الناس جودا وأكثر الناس خلقا وأكثر الناس حياء وأكثر الناس صدقا وأكثر الناس علما. ومع ذلك يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. كان يدعو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يدعو رسولنا محمد قائلا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ثم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم 3 كلمات وكان دائما من كلام النبي محمد البلاغة. فإذا تكلم الحبيب بالقليل كان يعطي المعنى الكثير. فكان من أفضل كلامه لأمته ومن أفضل كلامه لأصحابه من لا يرحم لا يرحم. هذه كلمة الحبيب المصطفى محمد. من لا يرحم الفقير لا يرحمه الغني والغني هو الله. ومن لا يرحم الضعيف لا يرحمه القوي والقوي هو الله. ومن لا يرحم الصغير لا يرحمه الكبير فالكبير هو الله سبحانه وتعالى. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد مرحبا بكم وهنيئا لكم أمة الحبيب. هنيئا لمن صام وهنيئا لمن قام وهنيئا لمن أنفق وهنيئا لمن قرأ وهنيئا لمن اعتكف وهنيئا هنيئا هنيئا لمن أطاع الله وأطاع رسول الله محمد. وحد لا يصلي على الحبيب. هذا الوقت ليس فيه مجال للقصص ولا مجال
لذلك يقول رب العزة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في يوم العيد، تفرح بصيامك، تفرح بقيامك، تفرح بقرآنك، تفرح بزكاتك، تفرح بصلة أرحامك، تفرح بالإحسان إلى جيرانك، تفرح ببرك للوالدين. من الذي علمنا ذلك؟ إنه رسول الله محمد. هناخد حديث واحد بس من كلام حضرة النبي محمد ونشوف كلام سيدنا النبي يقصد به ايه ويعلمنا به ايه. واحد له وصلي على الحبيب المصطفى. قال ايه حضرة النبي؟ على كل إنسان صدقة. الحديث واضح، على كل إنسان صدقة. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد، واحد مش معه فلوس يتصدق يعمل ايه؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد يا رسول الله، مش لاقي شغل ومش هلاقي ياكل، يعمل ايه؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يشوف له مشكلة يحلها، واحد مزنوق يقف معاه، واحد مريض يزوره. قالوا فإن لم يجد يا رسول الله، قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة. ايه الكلام الحلو ده؟ كلام له معنى وله معاني كثيرة. هناخد حتة حتة كده باختصار كي لا نطيل على حضراتكم. إنما يقصد إيه؟ بقول على كل مسلم صدقة. كل مسلم، أي كل مسلم، صغير كبير عيان تعبان، لازم كلهم تطلع زكاة. هي فريضة؟ لا مش فريضة. الزكاة هي اللي فريضة، إنما الصدقة مش فريضة. لو عرفت قيمة الصدقة هتطلع كل يوم، لو عرفت معنى الصدقة هتطلع كل ساعة، لو عرفت الفضل والثواب والأجر اللي هيرد عليك والمرض اللي هينحش عنك والإساءة تنحش عنك بفضل الصدقة هتصدق كل ساعة. ازاي يا سيدنا الشيخ؟ واحد لا يصلي على الحبيب. النبي قال في حديث ثاني: كل سلامة من الناس فيه صدقة. ايه الكلام الجميل ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تصحى الصبح من النوم وتلاقي عينك سليمة مش بترمش وشايف، طلع حسن. اصحيت من النوم لقيت قلبك سليم مش بخبط، طلع صدقة. اصحيت من النوم لقيت قلبك او صدرك او اذنك سليمة، لازم تطلع حسن. اصحيت من النوم لقيت جسمك كامل سليم، لازم تطلع حسن. ليه؟ عشان الصدقة تطفئ غضب الرب وتداوي المرضى. ولما تيجي تطلع صدقة اطلع على جد حتى. في واحد موظف وظيفة عالية، وفي واحد موظف وظيفة وسطى، وواحد موظف وظيفة على الكد، وواحد بيشتغل باليومية، وواحد يشتغل كل أسبوع يوم. فالناس مش زي بعضيها. أبو يوم غير الوظيفة الوسطى غير الوظيفة الكبيرة. مش لما واحد راكب عربية ب 300,000 جنيه ولما يجيب لك سائل ويقول لك اديني تقوم استنى ما فيك وتطلع له جنيه. هو انت جبتك جنيه؟ ده انت راكب عربية. واحد عنده 5-6 فدادين وحصد الزرعة بتاعته وجات له السائلة او جاله السائل، استنى لما تروح ونبقى نجيب له الشوية اللي فيهم تراب. هو انت جبتك تراب؟ انت بتطلع ايه؟ اللي من قيمتك. يا اخي خلي الاثنين كده للي بيشتغل باليوم، خلي ال5 جنيه للموظف البسيط، خلي ال10 جنيه للوسطاني، خلي ال100 جنيه للراجل ايه؟ المبسوط. مين اللي علمنا كده؟ سيدي وسيدك حضرة النبي محمد. احد الملوك، الراجل بس كان عارف ربنا، بتاجر في عتق وكان يستورد بالمراكب بالبراميل
مركب جاء محملة 20-30 برميل كل يوم محمل ووزع جملة للتجار. فجت له السائلة ماسكة الطبق، واحدة مسكينة بتقول له أنا عايز إيه؟ تملالي الطبق ومعها رغيف عيش. قال مش هديكي طبق، وأمر العمال ألا يعطوها طبق. قال ليه؟ قال لا، لازم تعطوها برميل من البراميل. قالوا يا أمير يكفيها طبق أو طبقين، يعني هي هتاكل وتشبع، مش شبعت من طبق، الطبق الثاني هيكمل ويجيب واحدة معاه. قال طب هي سألتني على قدر حجمها، هي بتاع حاجة، هي نفسها تمسك طبق مليان عسل طبق، إنما أنا مش قيمة الطبق، لازم أديها برميل كامل، لأن كل واحد بيطلع اللي تجيبه، ما توحد لا وتصلي على الحبيب. سيدنا النبي نزل عليه جبريل يا رسول الله أخرج هذه المرأة من بيتك فإنها من أهل النار. واحدة بتشتغل سيدنا النبي، وبعدين سيدنا جبريل قال له الولية دي من أهل النار، طلعها ما تعيش معاك وانت نام. سيدنا النبي اتكلم السيدة عائشة قال لها انتهى حسابها وخلاص تتوكل على الله، الأمر جاي مش مني، ده الأمر جاي من فوق من عينة ربنا. فراحت السيدة عائشة بتدور عشان تديها فلوس، ما لقيتش فلوس. وسيدنا النبي لما كان بيوزع الغنائم ويخشوا في غزوة وياخدوا الغنائم، كان ربنا سبحانه فرض له الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. يعني الغنائم كانت في بيت حضرة النبي كانت كثيرة، بس النبي كان بيطلعها أول بقى مش بتخش الدار، فمش لقيت في البيت إلا التمرة. ادتها للولية الخدامة وقالت لها اتوكلي على الله، احنا في غنى عنك اليومين دول، دي مش حدنا شغل. فالولية خدت التمرة ومشيت جبلها 2 يتامى. الولية اللي بتشتغل معاها بلحة، ولما جبلوها 2 قسمت البلحة نصين وادتها لمين؟ لليتامى ومسجد. فنزل جبريل على رسول الله رد هذه المرأة فإنها من أهل الجنة. فسيبك من الأرض، بقول لك إيه؟ أنت من يومين بتقول لي هي من أهل النار طلعها، والنهارده بتقول لي هي من أهل الجنة. لازم أشوف هي عملت إيه. ما توحد الله وصلي على الحبيب. عملت إيه يا ست أنت؟ تعال، ده الأمر جاي أنت من السنة إن أنت ترجعي تاني تعيشي في البيت حضرة النبي. عملت إيه؟ قالت ما عندما أعطتني السيدة عائشة التمرة تصدقت بها على فقيرين. قال هو هنا بقى الأجر. لذلك حضرة النبي بيقول إيه؟ اتق النار ولو بشق تمر. الحسنة بتخش كتير، وممكن ترد القضاء، وممكن تأخر الدعاء. وهنعرف من هذه الأدلة نبي الأنبياء كان مدعوا إلى فرح. طبعا الفرح في ناس بتتهاون به، ولكن حضرة النبي قال إيه؟ إذا دعيت فأجب. واحد عامل فرح لابنه أو لبنته ودعاك، العلماء قالت هنا الدعوة هنا واجبها فرض عين. يعني الراجل عامل فرح ومكلف نفسه وذبح دجاج ومعطل نفسه وجايب طباخ وعامل مجهز حسابه ودعاك وبعت لك جواب او راح لك لحد البيت، يبقى اجمعت العلماء لازم من هنا الحكم فرض عين، لازم تروح. انما لو دعاك لسهره تتغدى معي النهارده، تفطر معي النهارده، ده احنا رايحين مش عارف ما تروحش، إلك الاختيار. عايز تروح تنبهها ما تروحش، انت لك الخيار. يبقى سيدنا سليمان رايح يحضر الفرح بتاع احد الناس، وطبعا لما النبي يروح بيقدموا له سفره غير السفره بتاعت الناس التانية. فرح ملك الموت لسيدنا سليمان قال له يا سليمان انت رايح تحضر فرح ابن فلان؟ قال له اه.
قال لا ما تروحش، لان انا هقبض روحه في نفس اليوم وهيموت، والمات في نفس اليوم وانت موجود هيقول انت وشك مش حلو عليه، ما تروحش. يبقى سيدنا سليمان ما راحش، انتظر الصبح النعي ما جاش. ثالث يوم رابع يوم بيسلم، قال له لسه باكل وبيشرب وطلع بره مكان. الله، يبقى الملك مدي بيضحك عليا. اسبوع جاء اليه ملك الموت فبقول له انت بتضحك عليا، ضيعت من الغدوه، ده كان معمول لي غدا ملوكي، انت ضيعت منه. قال له يا نبي الله انت مش عارف اللي حصل. ايه اللي حصل؟ هم جهزوا الطبيخ وجهزوا الطعام للفقراء والمساكين والغريب كله كان. العريس طالعين صينيه حلوه كده متجهزه، وهي طالعه له وطلعت له فوق فوليه المسكينه صممت ان هي لازم تشوف العريس وتشوف اكل. عمرها ما شافت الا طبق، شويه رز، شويه مكرونه، شويه عيش، فليجي على الصينيه حاجات يعني عاليه. فبتقول له والله ربنا يبارك لك، انا نفسي في اكل العريس، نفسي ادوق اكل العرسان قبل ما شفته. فالعريس خد الصينيه قال الف بركه عليك الطعام بالكامل. يبقى ده الصينيه صاحبنا. وبعد ما اداها الصينيه قالت له روح ربنا يطول في عمرك. ربنا يطول في ايه؟ وكأن السماء مفتوحه. هو كان المفروض يموت ومكتوب في الكتب وفي الصحف وبالمعاد انه هيموت، ولكن ربما الدعاء يؤخر القضاء. فلما استجاب الله لدعوة هذه المرأة أخر الله ملك الموت أن يقبض روحه بفضل الصدقة. فاحنا مش نتوب. فسيدنا قال على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد يا رسول الله، هو مش يصلي حاجة ولا صدقة. قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. يعني مش النام في الدار، مش أقعد والمرأة هي اللي تشتغل، ما نمشي في البيت والولية هي اللي تصلح البهائم، ما نمشي في البيت وهي تروح تفتح المحل، ما نمشي في البيت وهي تروح تجبري أنفار وتقف وراهم في الغيط، ما ينفعش. حضرة النبي قال ايه؟ من بات، اللي هيبات في بيته كالا من عمل يده، اشتغل شغلانه والى اخر النهار كان بات مغفورا له. دي الشطره الثانيه من الحديث. قال يا رسول الله فان لم يجد، يعني لو مش تيجي شغل طلع كلنا على الموقف مش هفضل، ما عادش في حصيله بقدر النهارده الكومبايل شغال والرجاله قاعده، الدراسه بسم الله ما شاء الله وفرت الايدي العامله، هنعمل ايه؟ فالنبي قال برضه جاب لها حل. قال ايه الحل؟ قال يعين ذا الحاجه الملهوف. هو النبي عايز تتحسن بس ايه الحاجه دي؟ شوف لك واحد مريض زوره، شوف لك واحد عنده مشكله وقف معه، شوف لك واحد عنده مشاكل وحلها له، شوف واحد بيستغاث من ايه، تعبان من ايه وايه، قف معاه. اسند اخوك المسلم، زور المريض، الصلح بين المتخاصمين، الصلح بين الرجل واخاه، الرجل وزوجته، الرجل وابنه. لقيت اتنين زعلانين روح حل المشكله، يبقى انت كده خدت ايه؟ حسنه. وانت لما تروح تزور المريض ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك، ويقول في الحديث القدسي عبدي ألم تعدني؟ ازاي اعودك يا رب؟ قال ألم تعلم بأن فلانا مريض؟ مش عارف ان عمك الحاج عيان؟ مش سمعت؟ مش قالوا لك في الجنه؟ مش قالوا لك بيصلوا؟ ألم تعلم لو أنك زرته لوجدتني عنده؟ يبقى النبي عايز يديك حسنه خلاص. قالوا فإن لم يجد،
مش لقي حد عيان، ولا لقي واحدة غضبانة، ولا لقي اتنين ماسكين بعض، ولا لقي واحد بيشتكل مع اخوه، ولا لقي جيران بالشكل مع بعض. هيعمل ايه النبي؟ فالنبي قال ايه؟ برضه هيجيب لك حد. ايه هو الحل؟ قال لك يعمل بالمعروف ويمسك عن الشر. في واحد بيروح الغد يعمل مشكله، في واحد بيطلع من بيته وهو ماشي مش في عيل يبقى هادي وعيل شقي، يبقى رب العربيه ومش على بعضه، ماشي في الشارع مش على بعضه، يشكل مع ده، يجي الجامع يشكل مع الناس، راح الغد يشكل، ركب العربيه يشكل، قاعد في البيت يشكل. في برضه بيت برضه بقى على هذا الوضع. فالنبي قال ايه؟ عشان ياخد حسنه قال لك يمسك عن الشر، يقعد ساكت خالص، لا يكلم ده ولا يكلم ده، فانه له صدقه. يقول الحبيب المصطفى تركت فيكم عند مسكت فينا ان تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي او كما قال الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، ونشهد ان سيدنا ونبينا خاتم الانبياء والمرسلين اما بعد. ايها الاحباب، اليوم يوم العيد، يوم الفرح، يوم العفو، يوم التسامح، يوم الجائزة. سيدنا النبي في يوم العيد لما لقي مسكين بين الأطفال لا يضحك ولا يلعب وثوبه ممزق، فأخذه إلى بيته وأطعمه حتى شبع وسقاه حتى ارتوى وألبسه أحسن الثياب. بيقول له أترضاني أن أكون لك أبا وعائشة أما؟ فعرف الصبي أنها الذي يكلمه مين؟ سيدنا النبي. سيدنا النبي قال كلمة حلوة، قال من مسح على رأس يتيم كانت له بكل شعرة مستها يد حسنة. طب أنا ممكن أروح الملجأ ونجي 10 وحطيه على 10، شوف كل واحد أنجي اللي راسه فيها شعر عشان هي تلم كتير، انما الازرع مش هحط ايدي عليه. طب ايه اللي استفاده المسكين لما احط ايدي عليه كده؟ ايه اللي هو خده لما اقعد احط ايدي عليه كده كده كده؟ ايه وروح يعني خدتي هو خديه؟ هو كلام النبي يعني احط لك وخلاص؟ هو يعني الحيطه دي اندهنت كده وتلونت على الجانب؟ لا، انبنت واتبحرت وخدت سكنتين 3 وفي الاخر اخر حاجه خالص التسقيط. يعني انت ما تحطش ايدك على اليتيم كده، لا انت تواكله وتشاركه، وان كان مش عنده هدوم تجيب له هدوم، وان كان عنده مشكله تحلها له، وبعد ما يشبع ويحمد ربنا حط ايدك على راسه. يبقى هو استفاد منك بلقمه، او استفاد منك بشربة ماء، او استفاد منك بلبس، او استفاد منك بنقود، يبقى انت كده اخذت الاجر من الله وطبقت قول الحبيب المصطفى محمد. مش كده ولا؟ اليوم يوم الارحام. النبي وصانا والقران وصانا، وربنا سبحانه وتعالى مش وصانا، لا ده كلم الروح نفسها وقال لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. حضرة النبي كان حكيم وكان حليم. وقول لي حضرة النبي برضه من كلامه البليغ: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. فمن كانت له بنتان أو 3 فرباهن وعلمهن كنا له سترا وحجابا من النار. ومن كانت له أختان فعلمهن حتى زوجهن ثم وصلهن أدخله الله بهن الجنة. لما تروح لبنتك
أو تروح لفتة يبقى أنت وصلت الأرحام. وصلت الأرحام بتمنع القضاء، زي ما الولية دعت للعريس، مش النبي اللي قال صلة الرحم توسع في الرزق وتطيل في المكان، يعني في العمر. يمكن كان عمرك 50 مع صلة الأرحام توصل ل 60، مفروض لك 50 أو 60 ووصلت أرحامك هتوصل للي بعده. مين اللي علمنا كده؟ سيدي وسيدك حضرة النبي محمد. واحد من الصحابة قاعد في يوم العيد، فجاء صبي، جاءت طفلة تسأل عن أبوها، فالنبي يقول بنت مين دي؟ قالوا بنت فلان. فالبنت دخلت كده، فالراجل خد البنت حتى رحمنا كده، لم يقبلها ولم يخف لها. فلما جاء صبي آخر بيسأل عن أبوها، كان الواد أخو البنت جاي وراها، الواد جاي وراها ورايحين لأبوهم فين؟ الدار. لمن هذا الولد؟ قالوا ابن فلان، جاء مع أخته. فلما جاء الولد قام الرجل وقابله وقعد يبص فيه هنا وهنا، وراح جاي شايله على سنه وكده وبتحلى بيه. فالنبي زعل قوي خالص، قال له يعني مش دي بنتك اللي انا شايفك انت قعدت كده حتى مش يعني مش شبابت بخاطرها وقلت لها اقعدي، انما الواد لما يجي قابلته في ثالث صف وخدته في حضنك قوي مبسوط بيه قام. فالنبي زعل وغضب من الصحابي اللي فضل الولد على البنت، قال لا تقربوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. أيها الأحباب، عليكم بالأرحام وعليكم بالإحسان، فهذا يوم الأرحام، وهذا هذا يوم الجائزة، وهذا يوم الإحسان كما علمنا رسول الله محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم شفع فينا الصيام، شفع فينا القرآن، شفع فينا حبيبك المصطفى العدنان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن ساندهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفك آية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا بحسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.